بانه حنا الموضوع الاساسي هو المروك. سي بون درك عندنا متبنيينها. دونك عندنا رساله الى المغرب، اذا راكم حابين نتصالحوا وترجع العلاقات ونتحابوا، ولو انه جامي كانت عندنا علاقات صراحه، هذه قضيه رجوع العلاقات انا ضحكني، لكن لا علينا. خليني نخرج من الثوب تاع شوقي بن زهره عامل المخزن ونولي انسان عندي ثقافه واسعه مثل دقيقه حبيبنا. هذا للاسف لقيت الفيديو عند واحد اخر ما لقيتوش، لاني مازال ما على باليش هذا شكون، مازال ما نعرفش هذا شكون حتى نروح نجيب الفيديوهات تاعو مباشره. راهو عندي واحد ديلور، الناس يروحوا يشريو الصاروخ، شوقي بن زهره يشري الفيديوهات تاع محلل الباركينغ. واحد مدير لي الابتزاز قال لي نبعث لك شوف الفيديو تخلص 100 يورو الفيديو، قال لي راهو علم كبير هذا ماشي مجانا. دونك ويبعث لي الفيديوهات تاع هذا شكون، ما حبش يقول لي هذا شكون الشخص هذا، قال لي برك بانه عساس تاع باركينغ، عطاني المهنه فقط. دونك هذا الشخص خرج لنا بحل للقضيه هذه. خليك من ويتكوف والوساطه الامريكيه مسعد بولس المستشار تاع دونالد ترامب، خليك من الشيء هذا. اشكاليه منذ 1962 محلل الباركينغ راح يعطينا الحل ليها في ثواني معدودات. صفحه جديده مع الجزائر. نعطيك نصيحه. الخطاب اللي كنت وجدوا فيه راح يلقيه الملك محمد السادس او نائبه الله مش عارف شكون من بين الاصلاحات المغرب الاقصى. من هو نائب محمد السادس؟ العاهل المغربي كل احتراماتنا، ربي يجيب لك الشفاء ان شاء الله، انت والعائله الكريمه من زمان، كثر خيركم على الدعم اللي دعمتونا. انا راني نسال برك، انا غير نسقسيك برك، ما على باليش شكون هو النائب تاع محمد. انا عامل المخزن بصح الله ما على باليش شكون هو نائب محمد السادس. ما كاين ولي العهد، لكن ولي العهد ما عنده حتى سلطه، هو ولي عهد لكنه ليس صاحب سلطه ولا نائب ولا كذا، يعني انسان عنده دور بطبيعه الحال رمزي وكلش، لكن مازال الشقيق تاع العاهل المغربي ماهوش النائب. دونك لا ادري من هو نائب محمد السادس. دونك حبيت تفتح صفحه جديده مع الجزائر. نعطيك نصيحه. الخطاب اللي كنت وجدوا فيه راح يلقيه الملك محمد السادس او نائبه الله مش عارف شكون من بين في الجزائر. انا اظن انهم هذو الابواق تاع النظام وهذو القادورات راهم حاطين باللي ربما لقجع هو النائب تاع العاهل المغربي، والله اعلم. ممكن انا راني نحط اقتراحات، حطوا لنا اقتراحاتكم انتم من هو نائب العاهل المغربي. اصلاحات المغرب الاقصى. نصيحه من اخوك، انا اخوك، تريد فتح صفحه جديده مع الجزائر في النظام الفيدرالي؟ احنا قابلين. مهد للمغرب الاقصى، غير تسميه المغرب وسميه المغرب الاقصى في خطابه. ما احنا صراحه انا لا ادخل نفسي في هذا الموضوع باسكو انا ما حبش نولي مغربي، لكن احنا في الجزائر حابين كامل يوليو مغاربه. ما فهمتش، حابين يوليو اسمهم المغرب وعندهم الزليش في الدار وياكلوا البسطيله. انتم ماشي كثرتوا فيها شويه؟ درك حابين قال لك تسمى يوليو المغرب الاقصى باش نوليو حنا المغرب. بدلوا الاسم تاعكم ونتصالحوا. مي فهمت عدتو فريمون عايشين حياة الناس بزاف شويه. لا ما فهمتش علاش حاب تولي مغربي. وش هو نورمال؟ الشعب صحيح عندهم تاريخهم، عندهم الاخر الله يسهل، عندهم البوراق، عندهم كذا، خلاص شعب. علاش ما توليوش توانسه؟ نحاولوا نوليو اسبان فرنسيين هذيك واعره شويه. مي علاش حابين توليو مغاربه؟ جو كومبخون با. القفطان حابين تلبسوا القفطان، تاكلوا البسطيله، الزليج، حتى شوقي بن زهره حتى انا دخلتني شويه، حاب نعيش حياتهم.
شويه صاحبي، درك خرجت عيني عينك. ماشي بزاف. وانتم تقولوا هذا درك شكون هذا، نقولوا نفوتوها ستي. يا المعارضه اللي يقول لك معارضه، من يقولون معارضه، اصبر ما باليش اذا عندي دقيقه. معارضه عندنا احنا، تعرفوا في الجزائر معارض اكتشف صواريخ نانو يتيري في عديانو، عفوا صواريخ توم كروز. ساعات انا نزيد عليها صراحه. لا هو قال لك كاينه صواريخ توم كروز الامريكيه. انت تدخل عند المعارض هذا تقول تلقاه يوجه رساله للشعب الجزائري، للنظام الجزائري، يخاطب الشعب، يتكلم على مسائل. انا قلت ندخل، سورتو انه هذا الشخص الصراحه تستفاد منه، باسكو انا نهار تعلمت من عنده هذه صواريخ توم كروز. دونك تدخل ها واش تلقى؟ رسالة إلى المخابرات المغربية وإلى النظام المغربي ككل. كيف رسالة للمخابرات المغرب؟ واش داك؟ احكي على الجزائر، على المزابل، احكي على تبون، عيد ميلاد تبون، احكي على، لا قال لك السلام عليكم يا احرار، عندي رسالة، مع العلم انه يقول على نفسه دبلوماسي. المخابرات المغربية، المخزن المغربي، زيد طرش بما فيها طبعا على رأس الملك المغربي. خلينا نقول لهم شيء، زيد العاهل المغربي ثاني نوجهوا له رسالة مرة أخرى، ربي يشافيه وإن شاء الله ما يطيحش في الشيء هذا، باسكو قادر صراحة كش ما يصرالو من الضحك. ما وتزيدو كش واحد يغامر ولا شي مستشار يهبل ولا يقول لك نوريلو الأمور هذه، صراحة تحكموا نوبة تاع ضحك ما يزيدش يفيق منها. قل لهم باسمي، وأنا أعرف أنا أيضا كاين كثيرين من الأحرار يوافقوني الرأي. هادو جامي فهمنا واش هو الأحرار. هذا عنده الكاشي. هذيك خطرة خرج أنا نحاني من القائمة. امير بوخرس عنده مده من اللي تنحى، كل خطره هكا عنده قائمه، لو كان دير شي غلطه ولا يمحيك من القائمه تاع الاحرار. والله قادر هك ما على باليش، قادر دير براد تاع اتاي يقول لك لا 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 لا، براد تاع اتاي هذا فيه رساله اوب يشطبك من قائمه الاحرار. واذا شطبك من قائمه الاحرار غنات عليك الشيخ الريميتي يا منعش. قولوا يتحدث باسمنا. في هذه الأيام الأخيرة خاصة شهدنا هجمة ضبابية أحيانا بالصور. يعني يجيبوا لك واحد شيخ دين، واحد من شعب ألماني، واحد تيك توكر، واحد فيسبوكر، جريدة هنا، مجلة هناك، ويتحدثون. مع العلم أنه الشخص هذا يقول على نفسه دبلوماسي، قاعد يرد على ناس في التعليقات، أقسم بالله، وقاعد يقول للعاهل المغربي راني نوجه لك رسالة باش تحبس هادو الناس اللي يعلقوا في دوك. هو يظن بأنه الديوان الملكي راح يصدر ظهير ملكي يمنع التيك توكر المغاربة من التعليق في صفحة الدبلوماسي المحنك صاحب نظرية صواريخ نانو يتيري في عديان. عالم آخر. اصبر جدية، بالك نتبعوا السراق الباب الدار نكملوا. عن ما يسموه الصحراء الشرقية. وأنا أقول من هنا، وهذا يعني حديث سريع، مش قد أتوسع فيه إن شاء الله في لايف من اللايفات، لكن فقط الآن أختتم بحديثي. أقول لملك المغرب والنظام المغربي بكل أجهزته. راوي حاجي قاعد في الأريكة تاعو في لندن اللي ما ناضش منها عنده 10 سنين، راوي حط روحو راهو مريح في القصر الملكي في المغرب، ويخاطب في العاهل المغربي ويقول له شوف لنا مع ولادك هادو، راهم يجيو يعلقوا لي في الفيسبوك يكتبوا له الصحراء. هو على بالكم واش صرا يكتبوا هما صراحه. نشوف المغاربه نتوما في التعليقات كارثه. شوف اذا حطوا عليك المغاربه في التعليقات انتهت حياتك. هما شافوه باللي تحسس يكتبوا له الصحراء الشرقيه، شافوه تحسس عادوا يصدموا عليه. شافوا صداقه عليا اللي يفوت على الصفحه تاعو ولا اكتب برك الصحراء الشرقيه ولا حط الخريطه هذيك، انا من عندي مسامحين. قد تدفعون أحرار الجزائر
حقيقيين. إيه. احنا عارفين كاين بعض المزيفين وكاين مزيفين راهم كيما انا، حنا سي بون ولينا مزيفين. حتى اللي راهم معاكم يعني عملاء لديكم. عاشت خريبكة ولا عاش من خانها من باع الحنان، عملاء ونفتخر. وكنا ذكرنا بعضهم. قد تدفعون احرار الجزائر وانا واحد منهم الى ان يتخذوا قرار خطير بالغ الخطوره. الله اكبر. قرار خاطئ. شوفوا راهو يخاطب في العاهل المغربي، يقول له اذا التيك توكر تاعك ما يحبسوش من التعليقات، راهو هذا معارض على اساس النظام الجزائري، سيتخذ قرار خطير. تخليكم تتخيلوا ما هو القرار الخطير هذا. واش راح يكون زعما القرار الخطير؟ نستعملوا ضدك صواريخ نانو يتيري في عديانو مثلا؟ ما هو القرار الخطير اللي يمكن أن يتخذه الدبلوماسي المحنك ضد المغرب والعاهل المغربي لو لا يتوقف؟ شفتوا انتم اللي تعلقوا حاقرين رواحكم، راكم سلطة كبيرة. صواريخ توم كروز، صواريخ جاكي شان، أمير بوخرس اللي قالها، أنا ما على باليش المصدر أمير بوخرس قال لك كاين صواريخ هذا قال لك توم كروز. واش راح نديروا مثلا في رايكم؟ اصبر نشوفوا التهديد. ما نزيد لكم، على بالي درت لكم السسبانس فوق اللازم، ولا نخليوها كليف هانجر هذاك نخليوها المره الجايه. صراحه عنده النظارات تاع توم كروز. السيد عايش الدور تاعو، وانا يعجبوني الناس اللي يعيشوا الدور. واحد قال لك مصالحه وطنيه، ما تفسدوش. كاين الناس اللي كيفاش يقول لك هذيك سبويلر، والله ما تحشموا اللي في التعليقات تفسدوا في النهايه تاع عيب عليكم. خليو شويه سسبانس، يدو اللي يعلقوا هادو نقدروش نديروا جو معاكم. ان يوقفوا او يجمدوا لحين، يجمدوا لوقت الصراع مع المافيا العسكريه. الله مع اكبر. المخابرات الايرانيه. الدبلوماسي المحنك اللي عرفنا بصواريخ نانو يتيري في عديانو، لو العاهل المغربي ما يحبش التيك توكر المغاربه من التعليق في صفحاته الفيسبوكيه هذه، راح يحبس المعارضه، يجمد عمله. علاش راهو يخاطب في العاهل المغربي ويقول له لو كان ما تحبسهمش انا نحبس؟ لا ادري، مي جو نسي با. بصح صراحه راح تكون طامه كبرى ستسقط على رؤوسنا. هزه الهزه يعني راح تكون الارتداد تاعها يصل الى المحيط الاطلسي اللي حابين نطلعوا عليه منذ 1975. ما كنتش نستنى فيها صراحه، نصدمني. هذا كان دبلوماسي، هذا خريج المدرسه العليا للاداره مثل عبد المجيد تبون. علاش راهو يخاطب في العاهل المغربي ويهددوا بتوقيف المعارضه تاعو للنظام الجزائري؟ ما فهمتش. والعاهل المغربي واش يدير بيك؟ عارض ما تعارضش، واش دخلوا فيك؟ علاش تهددوا بالشيء هذا؟ اين هو التهديد؟ ما فهمتش. واحد حب المغربي يولي المغرب الاقصى ويبدل اسمه، واحد هذاك محل الباركينغ، واحد حب يهدد العاهل المغربي بانه يوقف المعارضه تاعو لو كان ما يحبش التيك توكر المغاربه. واحد قال لك تخلعت خلاص يا جماعه ما تزيدوش تعلق، ما تفهموهاش مني مثلا باش نتفاهموا، اني قاعد نقول لكم روحوا للصفحات الفيسبوكيه والتيك توكيه واليوتيوبيه لهذا الدبلوماسي المحنك وكتبوا له الصحراء الشرقيه وحطوا له الخريطه هذيك. ما تهزوهاش مني بالمعنى هذا. ويزيد يحبس المعارضه. وش بيكم؟ احنا رانا معولين عليه. اخواني مسلم قد عفوا
دبلوماسي محنك سيقودنا إلى بر الأمان.